Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay. السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية وهنا وسرور دايما وابدا يا رب. فيديو جديد على القناة بعد غيبة طويلة. انا عارفة اتأخرت عليكم، كانت لظروف منها سفر وغيره، واشتقت لكم كتير فيها، واشتقت كمان لتنزيل الفيديوهات. طبعا دايما اول ما نرجع من السفر بيكون قدامنا مهام واولويات كتيرة في البيت، عايزة ترتيب وعايزة تنظيم، ابتداء من شنطة السفر ومحتواها وترتيب الدولاب، وبعد ذاك نمشي المطبخ ونرتب المهام الموجودة فيه. أنا كانت أول مهمة لاقتني في المطبخ هي مهمة ترتيب أو تنظيم المواد الشهرية، لأنه أنا صادفتها كان بداية شهر، حبيت أشارككم روتيني الشهري في الترتيب وفي التنظيم. بداية كل شهر أول خطوة بعملها بتفقد واتأكد من دولاب المواد الشهرية، وأعرف تماما شنو الموجود وشنو الناقص عندي وشنو الخلصان ومحتاجة ليه. الخطوة دي بتساعدني كتير إنه أتذكر كل حاجات الشهر ده وما أنسى منها ولا حاجة، وبالتالي كمان اتأكد من كل البهارات أو التوابل الناقصة والخلصانة، وأعرف وأحدد المحتاجة له الشهر ده. بعدها عشان أكون عارفة وملمة بالمشتريات المحددة اللي أنا حشتريها الشهر ده بدون عشوائية، حجيب دفتر أو تو-دو ليست بتاعة شغل البيت، بكون مخصصاها فقط للمشتريات والمصروفات وميزانية البيت، وأبدأ أكتب كل التفاصيل والحاجات المحتاجة لها الشهر ده. والخطوة دي بتساعدني كتير في شراء وتحديد المحتاجين له فقط، بدون ما انجرف ورا العروض المنزلة في السنتر ويشتري حاجة أنا ما محتاجة لها بس فقط عشان منزلين عليها عرض. وبالطريقة دي بكون اتحكمت في الميزانية واتحكمت في الشراء. هنا هغسل واجهز كل علب المواد الغذائية المخصصة عشان لما ارجع القاها جاهزة وناشفة افرغ فيها كل المشتريات في وقتها. I think it's hard how we always wait another day, how we watch things again. ودايما بحرص في بداية كل شهر اشتري الحاجات الأساسية، زي شنو؟ زي السكر، المعجنات، الشاي، البقوليات، الدقيق، الزيت وغيره. ومع مشتريات الشهر بشتري مشتريات الأسبوع الأول، زي اللبن والفواكه والخضروات. أما اللحوم بأنواعها بكون مجهزة لستة تانية في ورقة لزوجي، هو بصراحة اللي بجيبه، وأكيد باقي المشتريات بيكون معي. إن شاء الله الخضروات والفواكه حيكون لها فيديو منفصل في ترتيبها وتنظيمها، عشان الفيديو ده ما يكون طويل وممل بالنسبة لكم. To just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay. بعد ما أرجع من التسوق وارتاح شوية، طبعا أفرغ كل المشتريات في العلب المخصصة في وقتها وما أتكاسل عنها، يعني أخليها لبكرة أو أخليها للمساء عشان ما تكون فوضوية وجايطة في المطبخ وغير واضحة لما أحتاج لها. صراحة العلب دي نفعتني كتير في حفظ المواد بطريقة ممتازة، وقفلها محكم كويس وبتحافظ على المحتوى الداخلي، وعملية جدا جدا. دي كان أنا اشتريتها من إيكيا قبل 4 سنوات، وما شاء الله للآن بنفس جودتها، ما اتشققت ولا اتخدشت. لأنه كان عندي وحدات اشتريتهم من أكسيون للناس اللي عايشين في فرنسا والشققن بسرعة، يعني بسرعة الشقق ويتخدشوا، لكن دي ما شاء الله جودتها عالية وبتحافظ على المواد بطريقة ممتازة جدا. وطبعا السوق الآن بقت فيه خيارات متعددة من علب زجاج وبلاستيك وفايبر وغيره. تقدروا تشتروا أي نوع بيعجبكم، المهم في النهاية ترتيب المواد الشهرية بطريقة منظمة ومرتبة داخل المطبخ. ودي الحاجة اللي احنا بنسعى لها دايما كنساء، عشان عملية الطبخ وعملية أي حاجة تكون سهلة بالنسبة لنا. Miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not.
دايما الراحة النفسية في البيت بتيجي من الترتيب والتنظيم. يعني كل ما البيت أو المطبخ منظم ومرتب بيلعب دور كبير في نفسيتنا وصحتنا العقلية كنساء، بيخلي توترنا أقل ومزاجنا رايق معتدل، ويكون عندنا طاقة وتركيز أكتر خلال اليوم في إنه نقدم أشهى الوصفات لأسرتنا من غير ضجر ومن غير زهق. عكس البيت اللي بيكون غير مرتب وغير منظم بيدينا طاقة سلبية صراحة. أول حاجة بتحسي بكسل شديد، وبتحسي بإنك زهجانة وما قادرة تعملي حاجة في المطبخ لأنه جايد ومقلوب كله على بعضه. I think it's hard how we always wait another day. الترتيب والتنظيم والبيت النظيف والمرتب والمطبخ المنظم بيدل على وجود عقل منظم ومدرك على ترتيب الحياة وأولوياتها. وده ما بيعني إنه نحنا طول اليوم بنكون تاركين كل الأولويات الأخرى بس بننظم وبنرتب، لا، كده بنهلك صحتنا أولا، تمام، وبنكون أخفقنا في أولويات أخرى. فبالتالي لازم ننظم وقتنا. تنظيم الوقت مهم جدا على حسب الأولويات، تمام. وحتى النظافة وحتى الترتيب وحتى التنظيم ما كله يكون في يوم واحد. نعمل جدول، كل مرة نمسك حاجة، يوم مسكنا المطبخ، يوم مسكنا دولاب المطبخ فقط، يوم مسكنا البوتاجاز والأدوات الكهربائية، وكده بنكون ان احنا رتبنا ونظمنا بدون ما نجهد نفسنا وبدون ما انه نضيع الزمن في حاجة واحدة. How we watch things the kids walk away. Let's live. بعد كده أبدأ أرتب باقي المشتريات الفضلت في المنظمات الشبكية دي. برضو المنظمات دي عملية جدا وبتساعد في ترتيب وتنظيم كتير من الأغراض الموجودة في المطبخ أو الموجودة في البيت. أنا هذا نظمت فيها المناديل الحمام عزاكم الله، حتى بنظم فيها باقي كل الأغراض الفضلت لي، يعني أكياس الرز المكرونة وغيره، على أساس إنه لو خلصت الموجودة في العلب أقدر أشيل منهم بكل سهولة. Down by the water, watch you come and go home. I wish we were both to like sail away. I just don't wanna kill. طبعا اليوم اللي بنكون مشينا فيه للتسوق أو عايزين نجيب المواد الشهرية بيكون يوم متعب ويوم مجهد، تمام. فبالتالي ما حتقدري ترجعي البيت تعملي أكل ولا تعملي طبخة، بتكوني تعبانة جدا، وفي نفس الوقت عندك ترتيب وعندك تنظيم المشتريات. فيفضل إنه يكون عندك أكل جاهز خدتاه في التلاجة من أمس، أو جايباه معاكي من برا عشان تقللي على نفسك من المجهود. أنا بعمل كده. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay with you like an old friend. رتبت كل الباقي من المشتريات، وزي ما شايفين الأكياس اللي فتحتها والأكياس اللي لسه ما اتفتحت خدتها في المنظمات الشبكية دي عشان تكون لي واضحة لما استعملها. Too scared now, thinking I should call up on them. بعد ما نخلص من ترتيبهم لازم نحفظهم في دولاب يكون مخصص فقط للتخزين، أو لو ما عندنا مكان لدولاب تخزين داخل المطبخ ممكن نخصص ركن في المطبخ نعمل فيه رفوف عشان يكونوا مخطوطين بطريقة حلوة ومنظمة وما يسببوا أي كركبة فوضوية في المطبخ. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were both. وهنا أنا مخصص الدولاب ده فقط لتخزين ما تبقى من المواد الشهرية، وبالطريقة دي يكون ما كترت عليه مشتريات على الفاضي فيما يخص المواد الغذائية ولا مواد النظافة، لأن احنا دايما بنكون ما محتاجين لها لكن اشتريناها بسبب انه فيها عرض في السنتر. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم وأخدتوا فكرة ولو بسيطة في الترتيب والتنظيم. وده كان الغرض من الفيديو، إنه أشارككم روتيني الشهري. ولفيديو جديد كونوا بخير دايما وأبدا، مع السلامة. To just fly away.
I don't wanna care. It's peace